كان يا مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. الولاد الحلوين هيقولوا ايه؟ ممتازين عليه الصلاة والسلام. مين يا ولاد أحسن واحد في الدنيا؟ مش عارفين؟ طب أنا هقولكم، أحسن واحد في الدنيا يا ولاد هو سيدنا محمد. هو اللي ربنا اختاره عشان يعلمنا الصح والغلط والحلال والحرام. ربنا اختار سيدنا محمد عشان يعلمنا الأعمال الطيبة والأخلاق الجميلة، ويعلمنا كمان دين الإسلام. واللي هيحب يا ولاد سيدنا محمد ويسمع الكلام اللي ربنا علمه لسيدنا محمد، ربنا هيحبه جدا وهيدخله الجنة. والجنة دي يا ولاد أحلى مكان اللي فيه كل حاجة وأي حاجة احنا عاوزينها. ومهما فكرنا برضو في الجنة برضو هتبقى أحلى من تفكيرنا. كان زمان سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة وكان معاه ابنه إسماعيل. سيدنا إبراهيم وهو بيبني الكعبة وقف يدعي ربنا إنه يبعت للناس واحد منهم رسول يعلمهم الصح والغلط والحلال والحرام، عشان يخليهم ناس كويسين وطيبين بيعملوا الخير. فربنا استجاب الدعاء ده واختار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام إن يكون المعلم اللي يعلم كل الناس أوامر ربنا. واسم سيدنا النبي هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب. فاكرين اسم أبو سيدنا محمد كان اسمه إيه؟ برافو عليكوا، عبد الله ابن عبد المطلب. ومامته كان اسمها آمنة بنت وهب. سيدنا محمد لما كان لسه جوه بطن مامته باباه عبد الله مات وما كانش لسه شاف لأنه ما كانش لسه اتولد. عارفين سيدنا محمد اتولد امتى يا حلوين؟ اتولد في عام الفيل، يعني في نفس العام اللي أبرهة الحبشي كان عايز يهدم الكعبة بالفيل الضخم هو والجنود الأشرار اللي كانوا معاه. بس ربنا عاقبه يا ولاد عقاب شديد جدا وما قدروش يكسروا الكعبة. أول لما مامته آمنة بنت وهب ولدته ندهت على جده وكان اسمه ايه؟ فاكرين؟ برافو عليكوا، اسمه عبد المطلب. فلما شافه لقاه طفل شكله جميل جدا، فمامة سيدنا محمد قالت له أنا كنت على طول بحلم حلم جميل قوي، كنت بشوف نور بيخرج مني وبينور الدنيا كلها. فجده فرح قوي وحس إن الطفل ده هيبقى طفل مش عادي، وإنه لما يكبر هيعلم الدنيا كلها وهيخلي الناس تشوف الحاجات الصح زي النور اللي بيخلينا نشوف كل حاجة في حياتنا. جده قال أنا هسميه محمد. إيه ده؟ محمد؟ يعني إيه محمد؟ يا ولاد زمان ما كانش في حد ساعتها خالص اسمه محمد، فالناس استغربت وسألته يعني إيه محمد؟ قال لهم يعني ربنا في السما يحبه ويحب أخلاقه الحميدة، والناس في الأرض كمان تحبه وتحب أخلاقه الجميلة. اللهم صل على سيدنا محمد. وكفاية لحد كده، ونكمل إن شاء الله باقي قصة رسول الله في الجزء الثاني. ما تنسوش تصلوا على النبي، واشوفكم في باقي القصة بإذن الله. والسلام عليكم.